يا مأمون ايه رأيك؟ مش عارف في خط في النص، مش عارف من ايه دي. لا مش عايزين جزع. تحولت اللي جت على الناحية الثانية. طبعا فزنا الحمد لله، وده كان شيء متوقع عشان الهلال ده اصلا قلنا لكم فرقة فاضية وفرقة ما فيهاش اي حاجة. هم عندهم حتة مهاجم شغالين عليه، يرموا له الكورة ويطير زي كده ويروح يجيبها جون، تجي معاه تضرب في رجله يجيب جوان، تعمل له فاول يجيب جوان. اما غير كده ما فيش نهائي. ما فيش عندهم الهلال ده فرقة جعجعة وبس، فرقة ما عندهمش أي حاجة. والله العظيم لولا إنه الواد عبد القادر كان مستهتر النهاردي، وكان يعني الحظ لم يحالف كهرباء في ايش اسمها دي في الفرص، يعني كنا فزنا 6 النهارده 7 8. يعني كهرباء كان يضيع النهارده بالجمله بالزوفه. طيب انت بتاع الهلال، انت لما انت كنت تزوط وتفوق وتموت وشايل لي في القاهره، وهي الاهلي هنجيبه هي الابا هو كلك ني الاهلي. يعني الاهلي النهارده كلك ني. نفسي اشوفك انت بتاع في عيل ما يعمل لايفات، مش عارف اسمه ايه، بديتي فضله، هو اسمه فضل، كل شويه نطلب البرنيطه بتاعته دي وشه عامل زي حجر الجوزي. فالحمد لله شيء اصلا فوز كنا متوقع، يعني فوز متوقع، ولكن كنا خايفين ان اللعيبه تبقى ماشي في حالتي. وفعلا كان قفشه واسمه مين تاني التاني عبد القادر كانوا مش في حالتهم، ولو كان استمر بيهم كان ممكن حصلت حاجه. شويه نص الملعب في الشوط الثاني تهز، يعني السوليه والثاني ده اسمه ايه؟ خلاص طيب ماشي ما في مشكله. لكن الحمد لله الحمد لله، والمفروض كان فوزنا 5 6 7 8 النهارده، لكن كده حلو. مش عارف ان في تعليقات مش شايف ان في حاجه غلط. ايوه عبد القادر كان ضارب حتى ب 200، محمد ياسر لا ده كان ضارب حتى ب 300. معلش تو العين اللي ظهرت عندي التعليقات. لا النهارده عبد القادر ده كان فيستك خالص، فيستك يعني كان منفس. ولكن يعني النهارده بصراحه تسحرنا بيهم، يعني هم لسه الوقت بدري عندهم، بس احنا هنا بعد الساعه 1 الحين، فاحنا تسحرنا بابو الهلال بديتي هلال البلالين. شكرا يا عم مأمون. ابو عبد الله، محمد المحرزي، وقاص، كل استاذ عاطف ابو السبع، جو مطر يا ابو مطر يا ما شاء الله، ده بشرة خير المطر. عم عماد النصار، مبروك عماد بنورك يا باشا. بالراحه على الزول ده، انا الزول ده انا النهارده قاعد من الصبح للزول النهارده. وين صلاح؟ حد يجيب لي صلاح، يعني يبعتوا الفيديو ده لصلاح لو ما حدش. ابو عبد الله الله يبارك فيك ابو عبد الله. كان جيت النهارده في المصفح كنت محتاجك، بس يلا خدت خالد وصلاح اول مره يبقى وشهم حلو، يعني كل ما اخذ خالد وصلاح تتهزموا، لكن ربنا سترها النهارده. فالحمد لله يعني. الله يبارك فيك ابو عبد الله. شيخ محمد عبد القادر مع عبد القادر مرحبا، يعني تحيي بس الناس اللي ظهر عندي. ف كل عام وانت بخير يا استاذ ناصر، والف مليون مبروك لينا. الله يبارك فيك يا شيخ محمد، ومبروك ليك ومبروك للناس كلها. الحمد لله. انا والله لما تحصل حاجه بصراحه مش مع قولون ما ينفخ عندي، ما يبقى عندي لكن الحمد لله انا ما فطرتش النهارده، عشان لو حصلت حاجه في المباراه كنت حتى هزعل، وكانت الاكل اللي اكلته هيطلع علي. وصل الباشمهندس باش محاسب عبد الرحمن باش، اخوي احمد المغربي، احمد بن جويد، مرحب بالجميع. اليوم حفله على شرف الزول صلاح، حد يجيب لي صلاح حبيبي. اخوي احمد ايت علي، الله يحفظك يا سيدي. سلم لي على اخوي حسين والاهل جميعا. ابو اسماعيل شيخ الزافي، الله يبارك فيك يا باشا، مبروك لينا وللناس كلها، الاهلاويه بس، انا الزملكاويه اعرفهم. الماجيك واحمد محمد، كل سنه وانت طيب يا غالي، والف مبروك. الله يبارك فيك يا غالي، مبروك ليك ولكل الاهلاويين. بصراحه يمكن الاهلي لو كان صعد من اول المجموعه ما كانتش هتبقى ليها فرحه. كنت بخير يا عبد الرحمن باشتنا كل. وما انا عارف في ناس هتنام بدري، الله اعلم، عاد شايف اللايف دي.
ما رحتش هناك النهارده يا اجل، لو رحت كانت هتحصل مشاكل. وانا اثرت اني اسمعه بعيد يعني، لكن بكره هروح اطمن يعني على عشان الضغط شويه مع عيالي. بس ما فيش مانع لو تبعت له يعني اللايف ده، يعني يمكن يعمل نفسه ما شايفش بس هيشوفه. ايوه، الله يبارك فيك يا باشا وانت بخير. فالمفروض كنا فزنا النهارده والله 6 7 8 يعني، لكن الحمد لله على قديت كويس عليهم. عشان يعني ما يعني الظلم برضه وحش يعني، لما تديهم برضه هيبقى كتير يعني. مبروك لكل الاهلاويين. ايوه يا عبده، بس على هادي لحسن ممكن يفنشنا ويطير ورانا كلنا. بكره هروح له لازم. مش عارف هو ما ظاهرش عندي انه هو، بس تلاقيه ينام، هو ما ينام بدري، هو ما يصحى الساعه 3 يتصحى. بس ابعته له. حبيبي اخوي احمد آية علي. لا ما هم الزملكاويه لا مش هيناموا بدري اكيد، الضغط من عندهم مش هينام لانهم كانوا عشمانين. انا لسه مقابل قبل المباراه عيل اسمه عمرو، ويا ريت برضه تبعتوا له عشان يشوفوا. فدعا دعاء كثير يعني نلتزمه، بس الحمد لله ربنا نصرنا عليه هو الاول. ابو يوسف عمي سيد تراهن لي اضرب الراجل ده على قفاه. اللي في الكول سنتر ولا مين؟ لا اديله. كابتننا الكبير برضه، الكابتن ممكن يبعت الفيديو لحد تاني بس ممكن يزعل. آه. انا ما كنتش هتسحر النهارده يا اخوان، ده الحمد لله. ده انا خسران 50 درهم على القهوه، يعني 500 جنيه بالسعر القديم، الله اعلم بكره هيبقى كام. يعني خسران 500 جنيه النهارده يا اخواننا على القهوه. فلو كان حصلت حاجه كنت هضرب خالد معايا، فكان خالد معايا كنت الحمد لله. بس كنت عاوز سكور والله، كنت عاوز 3 4 5 6 يعني. المفروض احنا عايزين دفاع والله، عايزين واحد دفاع جنب عبد المنعم ده يكون قوي شويه، لانه رامي ربيعه على كده، ومتولي كان ماشي كويس بعدين العمليه طارت من محمود اشرف. مرحب بيك يا عمي سيد، انت تراهن وانت اللي هتكسب وانا معاك في اي حاجه. فاحنا عاوزين دفاع برضه معلول، عايزين بديل لانه معلول شويه كهرباء تعبوا بصراحه في الشوط، كان المفروض يعني خلاص الشوط الثاني مش قادر يشد في رجليه. قفشه ده يشوفوا له صار يعملوه اعاره يودوه سكه الحديد ولا الترساني. قفشه خلاص كويس عليه كده وفل خالص كده، جبرت مع قفشه. وعبد ديتي يمسكوه يدوا له قلمين، يعني واحد كده يمسكوا يدوا له قلمين 3 كده ويظبطوا كم شلوت عشان طلع ميتيني. الله يبارك فيك يا محمد باشا، محمد ياسر، الف مبروك الله يبارك فيك. كرم محمد حسين. فاستأذنكم عشان احط الغسالة فضيت قبل ما حد يحط هدومه في الغسالة. الحق الغسالة. شكرا والسلام عليكم، الف مبروك لكل الاهلاويين، سلام عليكم.